ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهارده جاي اعمل معاكم لاول مره البسبوسه المكرمله. بجد انا اتصدمت بطعمها، فعلا فعلا طعم يعني اتجاهزه بالظبط. يعني بصوا، لا بجد طعمها فظيع. بس انا بقى انا غلطت هنا غلطه قدامكم، حبيت اوريها لكم ان انا قطعتها وهي سخنه، ودي ما بتتقطعش سخنه، لازم تكون بارده. يعني حتى بصوا ما عرفتش اطلع قطعه سليمه، بس انا حبيت اوريكم شكلها من جوه، ان بجد كان هياكلوها خلاص بقى. هعمل اول حاجه المقادير الجافه. انا عندي هنا نص كيلو سميد بسبوسه، جايباه من عند محل عطار يكون نوع نضيف. نص كيلو سميد. ما بحبش انا النوع السايبه دي، لها مقادير تانية الجاهزه قصدي. واحط عليها معلقتين جوز هند كبار كده اهوت حلوين، اللي ما بيحبش جوز الهند ما يحطش عادي. واحط معلقه صغيره من البيكنج باودر، انا بستخدم بيكنج باودر دريم، بيدي نتيجه حلوه قوي قوي عن البيكنج باودر الاخضر دوت. وهقلب المقادير الجافه دي حلوه قوي قوي كده مع بعض زي ما انتم شايفين. يبقى انا كده خلصت المقادير الجافه. نيجي على المقادير السايله. عندي هنا طاسه او حله على النار، احط فيها كوبايه الا ربع من السكر الخشن عادي جدا جدا، واقلبها كده واسيبها على النار، ما احركش فيها الا ما السكر يتكرمل. وزي ما انتم شايفين هنا هوت بسيح زبده في طبق ألمونيا عادي كده، يعني عشان اخد منها كوبايه. هاخد منها كوبايه الا ربع برضو. كده السكر الكرمل اهو زي ما انتم شايفين، لون عسلي فاتح مش غامق، عشان ما يديش طعم محروق كده في البسبوسه. عندي هنا كوبايه الا ربع من الزبده السايحه، هحطها على السكر واقلب فيها قوي قوي. ونخلي بالنا ان السكر هيمسك بعد كده، هيفك بالتقليب. بعد كده شايفين اهوت هحط معلقه كبيره من عسل الجلوكوز، بيدي يعني بيدي بسبوسه كده ايه تماسك حلو قوي. اللي ما عندش عادي جدا على فكره ما يحطش عادي. عندك عسل نحل حطي، ما عندكيش عادي جدا ما تقلقيش يعني، مش لازم قوي. واقلب فيها حلو قوي. بعد كده هجيب كوبايه من اللبن، انا بقلب اهوت بشوف بس السكر داب، وجايبه كوبايه من اللبن. وهقلب، وخلي بالك على ايدك عشان ايدك ما تتحرقش. شايفين الفوران اللي بيحصل دوت؟ هتلاقي بقى السكر قفش، وحطيت معلقه كبيره من القشطه، هتلاقي السكر قفش هيفك تاني بالراحه. بنقلب حلو قوي يا جماعه، قلبي جنك قلبي لغايه ما السكر يفك خالص ويدوب. كده السكر خلاص فك وبقى مية مية. انا بقلب بس بتاكد عليه. شايفين لازم تقلبي حلو، ما يبقاش في اي نوع كلكعه زي ما بيقولوا كده، حاجه مش مكلكعه، لازم يكون كله سايل حلو قوي. بقلب بالتاكيد بس اهوت. ايوه يلا يا جماعه بقى، اللي شافني يخش يعمل لي لايك واشتراك في القناه. انا بقى احط المقادير السايله على المقادير الجافه اهوت، وبقلب على طول. انا سبتها تهدى شويه، مش نحطها سخنه قوي، لا سيبها 5 دقايق كده تهدى. يعني انا عايزاها دفء، يعني مش سخنه مولعه ومش عايزاها بارده. وهقلب اهوت المقادير بتاعتي بالراحه. انا قلبت اهيت عامله ازاي، بيبقى ده السمك بتاعها. اجيب صينيه مقاس 30 دهناها سمنه زي ما انتم شايفين، واحطها فوقيها كده اهوت، وهفرد بالراحه خالص. يعني بصوا فردتها هي، ما بقطعهاش، ادخلها الفرن كده اهوت، ما بقطعهاش. انا بقى حاطه فوقيها جوز الهند. عندك جوز هند، اي نوع مكسرات حطه، يعني ما تقيدوش باي حاجه. انا حطيت جوز الهند، دخلتها الفرن وطلعتها من الفرن. يا جماعه بصوا يا جمالها يا جمالها، تحفه يا جماعه والله العظيم، ريحتها جايبه لاخر الشارع. هنا الشربات بتاعي اللي هو عباره عن كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، عصره ليمونه، واحطها سخن على سخن. هبصوا شايفين بتاخد مقدار الشربات كله، بتاخد مقدار الشربات كله يا جماعه. يعني ما تقولش لا ده هي هسيب حبه، لا بتشربها كلها. كوبايتين سكر على كوبايتين عسل، احطها كلها. يعني بصوا انا هوريها لكم عايمه شربات، يعني بصوا فظيعه. شايفين؟ هسيبها شويه لغايه ما تشربها. بصوا انا مش عارفه امسكها اوريها لكم، بصوا الشربات عامل ازاي، هتشربها. انا بقى هسيبها تشربها وطبعا بقى هتشوفها في اول الفيديو. لازم تهدى خالص. والسلام عليكم.